انا باسم عبد النور من شركه ريماكس 360 وجاي اوريكم النهارده فيلا ممتازه جدا بترخيص اداري على مساحه ارض 1000 متر، مباني 1700 متر، بتطل مباشره على صلاح سالم، فليها اكسس على شارع النزهه وعلى شارع ابو بكر الصديق. فنقدر ان احنا نقول ان هي مكان متميز جدا في مصر الجديده. نقدر ان احنا بكل سهوله نروح لاي منطقه في التجمع في العاصمه الاداريه. غير كده ان هي عشان قريبه جدا من المطار، يعني نقدر نقول ان هو 5 دقائق 10 دقائق ماكسيموم ان احنا نوصل للمطار القاهره الدولي. فدي ميزه كبيره جدا نقدر اي شركه تستخدمها لاي نشاط اداري او اي منظمه انها تعمل فيها اي حاجه. وخلينا ندخل مع بعض نشوف الفيلا. ده كده واحد من مداخل الفيلا الاربعه اللي احنا نقدر نستخدمه باي شكل من الاشكال. يعني احنا ممكن ان ده مثلا يبقى مدخل للموظفين وهم داخلين. بعد كده نقدر ندخل على الريسبشن. احنا هنا قدام الريسبشن ممكن نعمل قعده اوت دور سواء في التراس او في الجنينه، ممتازه جدا. احنا هنا في منطقه الريسبشن، وزي ما انتم شايفين الديزاين بتاع المكان كلاسيك ظريف جدا. الفيلا مجهزه بفاير سيستم، سكيورتي سيستم، انترنال نتورك، يعني نقدر ان احنا نبتدي نشتغل في اي مجال اداري، جاهزه للشغل على طول. الدور الارضي هنلاقي فيه اول ما ندخل على الشمال مكتب، وفيه بالاضافه لكده مكاتب تانية كتير نقدر نوظفها بالشكل اللي احنا عايزينه. هندخل هنا هنلاقي فيه مكتب تاني برضو ممكن يستخدم لاي هدف للاداره. بعد كده نلاقي هول واسع نقدر نستخدمه في اي حاجه. ندخل على مكتب هنا، هو ده ممكن يبقى مكتب للمدير، ليه حمام خاص وليه اكسس على الباركينج اللي بره، يعني اللي داخله يقدر ان هو يركن عربيته ويروح داخل على طول على المكتب. يعني ده هنا المدخل بتاع المدير اللي هو ممكن يركن عربيته ويروح داخل على طول دايركت على المكتب بتاعه من غير ما يعدي من منطقه الريسبشن خالص. وهنا هنلاقي الطرقه دي في الدور الارضي اللي بتطلعنا على اول دور. تعالوا نشوف مع بعض اول دور. هنا بقى ندخل على الدور الاولاني. هنلاقي في اول حاجه حمام في الاول، وبعدين في ادي مكتب كبير او ممكن تبقى ميتنج روم صغيره. الميزه اللي موجوده في الفيلا دي ان احنا عندنا هي متقسمه مكاتب مساحات مختلفه نقدر نستخدمها زي ما احنا عايزين. يعني احنا لو فكرنا احنا ممكن نستخدمها حاجات كتير جدا. يعني احنا ممكن ان احنا نعملها حاجه سنتر علاجي، ممكن نعملها حاجه اوتيل، ممكن مدرسه. يعني الفكره ان هي معموله كلها الحته الداخليه كلها جيبسون بورد على اساس ان هي تتقسم مساحات مختلفه ونقدر ان احنا نغير في الكلام ده كله. فهي فليكسبل جدا ان احنا نقدر نستخدمها لاي نشاط. من ضمن مثلا اشكال الغرف، يعني احنا عندنا هو اوضه بتقدر انها تبقى مكتب مدير على اساس ان هي يعني مرفق ليها ميتنج روم، والميتنج روم دي بتطل هو على صلاح سالم. يعني احنا الفيو كله اي مكتب في الفيلا دي بيتميز بفيو سواء على صلاح سالم مباشرة يا اما على الجنينة اللي هي شكلها ممتاز جدا وجميل جدا. الحمامات كلها معمولة بنظام للشركات ان هو متقسمة كذا بارتيشن، وهتلاقي في حمام رجالي وحمام حريمي، فنقدر ان هو يعني مجهزة من جميع الحاجات. وزي ما احنا شايفين التشطيبات كلها لسه حديثة. يلا بينا مع بعض نطلع على الدور التاني ونشوف فيه ايه. من ضمن اشكال الغرف احنا عندنا هو غرفه، يعني دي ممكن تنفع للستاف لو في تيم معين بيشتغل مع بعض. هي واخده مكاتب كتير، ومع انها برضو مش كبيره، في حاجات اكبر منها وفي حاجات اصغر، في كل الاشكال اللي تقدر ان احنا تخدمنا عشان نمارس شغلنا. عندنا مكتب مثلا هو شيك جدا، يعني ممكن يبقى لحد مانجر مهم جدا في الشركه، وليه اكسس على البلكونه دي اللي هي بتطل على الجنينه اللي قلت لكم عليها قبل كده. يلا مع بعض نشوف الدور الثالث اللي هو قبل الروف. الدور الثالث اكتر حاجه بتميزه هي الاوضه دي. تعالوا نبص عليها. احنا بنتكلم على اوضه مساحتها كبيره جدا، يعني نقدر ان احنا نجمع بيها موظفين الشركه كلهم. لو عايزين نعمل ميتنج كبير، عايزين نعمل ايفنت معين، عايزين نعمل حاجه في مناسبه معينه، فطار جماعي في ايفنت معين، عايزين تقدر تستخدم حاجات كتير جدا جدا جدا.
نطلع بقى على الروف اللي هو ممكن يستخدم في حاجات برضو تبقى ترفيهيه اكتر، ألذ اكتر للستاف، ما يبقاش كله شغل. تعالوا بينا نبص على الروف اللي هي المنطقه اللذيذه في الشركه، ان هو نقدر انه الستاف ممكن يجي ياخد البريك بتاعه هنا. فيها برضو متقسمه كذا اوضه، يعني دي اوضه من اللي موجودين على الروف مستخدمه اصلا جيم، فيها اجهزه الجيم زي ما انتم شايفين. وده سلم الطوارئ اللي هو من الروف، واللي موجود برضو طبعا في جميع الادوار، عشان ده لازم يبقى متواجد في اي مبنى اداري. ودي كانت الفيلا وريتها لكم من اول جراوند فلور، الثلاث ادوار والروف. اي حد مهتم ان هو يعرف اي تفاصيل اكتر هيلاقي نمرتي موجوده تحت في الاعلان.